نيجي بقى للكيرف الرائع جدا والممتع جدا واللي هيخليك باذن الله شاربه جدا جدا جدا، وما في سؤال هيقف قدامك في الام سي كيو. بكلمك على الايتم الثالث، الايونيك بيزس اوف الاكزايتابيلتي او الاكشن بوتنشال بتاع المايوكاردم. وانا ما اقول كلمه مايوكاردم مش محتاج اقول لك كلمه اوردينري كاردياك سيل، خلاص بقى معروف ان انت بتتكلم على الاوردينري، مش بتكلم على سبيشالايز سيل. بص يا جميل، ده كيرف عباره عن علاقه بين اكس اكسس وواي اكسس. دايما قول لي مين على الاكس التايم، ومين على الواي اكسس الفيرتيكال، يعني الممبرين بوتنشال انسايد ذا سيل. وانت بتتكلم على مين؟ كاردياك سيل عاديه. حلو. لو تلاحظ يا غالي ان انا ببدا الموضوع بحاله من الريستنج ممبرين بوتنشال اهو. البوتنشال ولا هو متحرك فوق ولا تحت، مش طالع او نازل، ثابت على رقم معين وليكن ماينس 80. انا قلت لك هو من ماينس 90 لماينس 70 ملي فولت. ايه اللي بيحصل بقى اول ما يجي لي الكتريكال امبلس هنا في النقطه دي؟ شوف انا عامل لك ايه في الكيرف. انا عامل لك الكيرف مراحل، وتحت كل مرحله انا راسم لك اللي بيحصل في التشانل ايه. اول ما جت الكتريكال امبلس هنا بدا يحصل ديبولاريزيشن عن طريق فتح سام صوديوم شانل. حلو جدا. فما دخلنا شويه صوديوم فبدانا نعمل ديبولاريزيشن. صوديوم شانل اسمها ايه؟ بيجي كتير جدا في الام سي كيو، فولتج جيتد فاست صوديوم شانل. خلي بالك الاسم فيه نقطتين. اولا هي فولتج جيتد، يعني هذه الصوديوم شانل مش هتفتح لما يجي لها كهرباء، واحنا قلنا هيجي لها فعلا من البيس ميكر بتاعنا. ادي اول نقطه. كلمه فاست يعني ايه؟ دخول الصوديوم فيها بيبقى سريع جدا، لان انا وانا بتكلم على البيس ميكر هقول لك نوع الصوديوم شانل غير دي خالص، فلازم تركز قوي في التايب اوف صوديوم شانل هنا، وكذلك التايب اوف كالسيوم شانل مختلفين عن بعض. ايه اللي هيحصل في الممبرين بوتنشال؟ المفروض دلوقتي البوزيتيف بيزيد يعني النيجاتيف بيقل. لو انا دلوقتي عند ماينس 80 وبتحرك ناحيه البوزيتيف والزيرو موجود هنا اهو، معنى كده النيجاتيف بتاعك بيقل، الارقام هتبقى بالاقل ماينس 70 ماينس 60 ماينس 40 لغايه ما توصل زيرو. بعد كده كمل ناحيه البوزيتيف، بوزيتيف 10 بوزيتيف 20. فطول ما انا بطلع على الكيرف لفوق معناها ان الرقم بالنيجاتيف بيقل. فساعات يجي لك في الام سي كيو مع دخول الصوديوم النيجاتيفيتي تزيد، قول له غلط، النيجاتيفيتي تقل حضرتك. فعشان كده بدأنا نطلع على الكيرف الفيرتيكال ناحيه فوق لغايه ما وصلت الماينس 60. ايه اللي هيحصل عند ماينس 60؟ انت كده وصلت لحاجه اسمها فايرنج ليفل يا شباب. انا كده براجع معاك الاكشن بوتنشال بتاع النيرف بتاع المصل بتاع اي اكسايتابل سيلز، واقول لك الفروقات بعد ما اخلص ده. يعني ايه فايرنج ليفل؟ انا دايما بحب اشبهها بان في الاول انت عندك شويه ورق على الارض اتولع فيهم النار، فالنار تبدا تاكلهم واحده واحده. من اول الحته دي انت مش حاطط ورق على الارض، انت حاطط ورق وبنزين. فاول ما النار توصل للنقطه اللي عليها بنزين تنتشر بسرعه جدا 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 في باقي الورق. التشبيه ده اسهل لك الدنيا جدا لدرجه ان هم سموه ده الفايرنج ليفل. اول ما وصلنا عند ماينس 60 بقيه الصوديوم شانل فتحت جش ودخل عدد كبير جدا مهول من الصوديوم. النو تايم، بص في التايم مش انا كده على الهوريزونتال اكسس بعبر على التايم من هنا لهنا، ده يعتبر نو تايم. لقيت نفسي وصلت بسرعه قوي لفوق على الفيرتيكال اكسس، وكانه حرفيا حصل فايرنج، فبيسموه فايرنج ليفل او الثريشولد ليفل اللي هو كان عند ماينس 60. يبقى اذا انت حركت البولاريزيشن بتاع السيلز نتيجه دخول الصوديوم من ماينس 80 لماينس 60. اول ما وصلت ماينس 60 ده عمل ستيميوليشن اوف مور اند مور صوديوم شانل ان هي تفتح، وبرده نفس النوع اللي اسمها فولتج جيتد فاست صوديوم شانل. نوصل لغايه كام بقى؟ بوزيتيف 20 اللي انت شايفها فوق، وفي بعض الكتب يقول لك بوزيتيف 30، مش مشكله. طيب بعد ما وصلت لاعلى قمه في هذا الديبولاريزيشن كان عند بوزيتيف 20، انت كده خلصت المرحله الاولانيه اسمها ديبولاريزيشن. يسموا الفيز ده ايه؟ يسموه فيز اوف ديبولاريزيشن. طب لما نيجي نحط ارقام كنت متوقع ان انا الاقي 1 2 3 4 5، الا ان انا لقيت 0 وبعد كده 1 2 3 4. فغريبه شويه في التسميه. سموا الفيز ده اهم فيز يميز الاكشن بوتنشال بتاع مايوكارديوم، فقالوا ان دي رقم غير بقيه الارقام، قالوا هو رقم 0 فسموه فيز 0. طيب الحمد لله، نكمل مع بعض القصه بتاعتنا. بعد اي ديبولاريزيشن بنرجع تاني للوضع بتاعنا، نسميها مرحله الريبولاريزيشن. نعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه، نبدا نيجي عند البوتاسيوم شانل الجميله دي ونقول لها لو سمحت افتحي واطلع يا عم البوتاسيوم. جميل جدا، يعني النيجاتيف جوه السيلز يبدا يزيد تاني. يعني على الفيرتيكال اكسس ابدا اتحرك تاني من فوق وانزل لتحت ناحيه النيجاتيف. حلو جدا، وده اللي حصل فعلا، بدا الكيرف ينزل لتحت. والمفروض كنت استنى ان الكيرف يكمل نزول زي ما بيحصل في الاكشن بوتنشال بتاع النيرف والمصل بالظبط، لان البوتاسيوم افلكس مستمر. الا ان انا لاحظت ان في حاجه غريبه حصلت لي هنا، الا وهي ان في حاجه زي بلاتو. هو مش بلاتو حقيقي، يعني بلاتو اكشلي المفروض كده ستريت لاين، لكن هو نازل حاجه بسيطه. ايه بقى اللي حصل في الحته دي؟ اللي حصل مرسوم تحت. بعد ما بدات اخرج شويه بوتاسيوم فوجئنا بان الكالسيوم شانل فتحت.
كالسيوم بره اكتر من جوه الخليه، فيبدا يتحرك من بره لجوه، يعني شويه كالسيوم دخلوا جوه السيلز، فاصبح في حدثين، حدث بيخلي النيجاتيف جوه السيلز اكتر اللي هو بوتاسيوم افلكس، وحدث اخر يخلي البوزيتيف جوه السيلز اكتر اللي هو الكالسيوم انفلكس. عشان كده لما تيجي تشوف على الفيرتيكال اكسس اللي هو بيمثل البوتنشال، تحس ان انت ولا اتحركت فوق ولا تحت، كانك ماشي هوريزونتال، كانك بتعمل بلاتو، او نازل لتحت حاجه بسيطه، ان يبدو كده ان البوتاسيوم افلكس كان معدله اكتر من الكالسيوم انفلكس. ماشي يا سيدي، كده كده هنسمي الجزء ده من الكيرف بلاتو. اتعمل نتيجه ايه؟ كالسيوم انفلكس عن طريق اي نوع بقى من الشانل. هي الكالسيوم لها كذا شانل. في الهارت انا عندي نوعين اتنين مشهورين جدا الكالسيوم شانل، واحده اسمها تي تايب والثانيه اسمها ال تايب. في النورمال مايوكاردم النوع بتاعنا هو ال تايب، وسموها ال ليه؟ لان اسمها لونج ستاندنج كالسيوم شانل او لونج اكتنج، بتاخد وقت في شغلها، مش سريعه ابدا زي الصوديوم شانل، فلو عليها لونج. جمله بقى بتيجي كتير جدا في الام سي كيو، التي تايب عارف سموها تي ليه؟ اسمها ترانزيانت، اسرع بكتير من اللونج. ترانزيانت تاخد وقت خفيف في الفتح والقفل. لو قلت لك موجوده فين ترانزيانت دي، هتقول لي اكيد في السبيشالايز سيل، هقول لك صح، لكن الجمله اللي يغفل عنها اغلب الناس في الام سي كيو، حتى ال برضه موجوده في السبيشالايز سيل. تاني قول لي كده عشان ام سي كيو، ال تايب كالسيوم شانل، ال دي طويله كتيره، موجوده في الاثنين، في الاوردينري اند سبيشالايز سيل بيسميك. طب التي موجوده في السبيشالايز، ده ام سي كيو. حلو جدا. بعد وقت معين الكالسيوم شانل اللي كانت مفتوحه قاعده تدخلي كالسيوم هتقفل، في حين ان البوتاسيوم شانل لسه مفتوحه وبتطلع بوتاسيوم بره، وده اللي انت هتشوفه في الرسم اهي. الكالسيوم خلاص قفلت، البوتاسيوم لسه قاعد يخرج. استمرار البوتاسيوم في الخروج يعني البوتاسيوم اوت فلكس، يقوم يخلي لك السيلز يروح ناحيه النيجاتيف، يعني على الكيرف نبدا نكمل نزول تاني، فننزل تاني 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 لغايه ما نوصل للنقطه اللي احنا بدانا بيها، الا وهي ماينس 80 او ماينس 90 اللي هي بتاع الريستنج برين بوتنشال. حلو جدا، كمل القصه معايا. خلاص وصلنا كده للريستنج برين بوتنشال، بس في حاجه غلط حصلت. ايه اللي حصل؟ لما انت كنت وصلت للريستنج برين بوتنشال بعد هذا الاكشن بوتنشال، انت في حقيقه الامر الناس اللي فاهمه حلو قوي عملت الاتي، ادي سيلز كان البوزيتيف جواها صوديوم وده الاغلبيه، في حين ان البوتاسيوم كان اغلبه بره السيلز. ايوه انت وصلت للماينس 90 او ماينس 80 بتاعتك ملي فولت، يعني كرقم انت رجعت النيجاتيفيتي بتاع السيلز، لكن الامور متلخبطه. ازاي؟ كان الصوديوم المفروض يبقى هو اللي بره والبوتاسيوم المفروض هو اللي جوه، لكن الوضع معكوس. يبقى مش التارجت ان انت توصل للرقم اللي انت عاوزه ماينس 90 ماينس 80. سبحان الله، كل حاجه عند ربنا منتهى الابداع. التارجت انك توصل في الريسنج برين بوتنشال للرقم بس بالتوزيع الصح. الصوديوم يبقى اغلبه بره، البوتاسيوم اغلبه جوه. عشان كده في هذه المرحله اللي هي ريسنج برين تنشن كان يجي دور حاجه جميله جدا 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 اسمها صوديوم بوتاسيوم اتيبيز بامب. كان تعمل ايه؟ تقول لهم يا جماعه احنا هنعدل اللخبطه اللي انتوا عملتوها، تعالى يا عم الصوديوم اهوت اركب الناحيه دي هركب 3 صوديوم، ويا عم البوتاسيوم اركب الناحيه دي انت ناحيه بره هركب 2 بوتاسيوم، واقوم كونسيوم انرجي عن طريق الاتيبيز انزيم ده الجميل ده، وابدا الف البامب دي، فيبدا اللي جوه يطلع بره واللي بره يدخل جوه. يبقى هذا الصوديوم بوتاسيوم اتيبيز بامب عملت لك حركه رائعه جدا، رجعت لك البوتاسيوم انسايد ذا سيل وطلعت لك الصوديوم او انسايد ذا سيل. منتهى الروعه والجمال سبحان الله. وبرضه ساعدت في النيجاتيفيتي. ازاي؟ انت في 3 بوزيتيف اوتسايد دلوقتي في النقله الواحده و2 بوزيتيف انسايد. الاند ريزلت ايه؟ ان الانسايد بقى ليس بوزيتيف يعني مور نيجاتيف، يعني هذه البامب كمان بتساعد ان انت توصل للتارجت ريسنج برين بوتنشال اللي هو مور نيجاتيف. حلو جدا كده. انا شرحت لك الايونيك فيز بتاع كل فيز. تعال نبص على الكيرف كده نظره من فوق بعد الشرح التفصيلي ده. الاكشن بوتنشال اوف المايوكاردم كان عباره عن دي بولاريزيشن ثم ري بولاريزيشن ثم ريسنج برين بوتنشال. تعال نسمي الفيزز ده فيز 0 اللي هو يمثل الدي بولاريزيشن، وبعدين اول نزله في الريبولاريزيشن فيز 1، وبعدين البلاتو، وبعدين نكمل ريبولاريزيشن فيز 3، وبعدين الريسنج برين تنشن فيز 4. يبقى تقدر تقول لي الديبولاريزيشن خد كام فيز؟ خد 1 فيز اللي هو فيز 0، في حين ان الريبولاريزيشن خد 3 فيزز اللي هو 1 و2 و3. الاصل ان هو كان يبقى فيز 1، لولا البلاتو ما كانش ينقسم هذا الريبولاريزيشن الى 3 فيزز. حلو. راجع معايا بعض ارقام الام سي كيو. الريسنج برين بوتنشال بيبدا عند ماينس 80، الفايرنج ليفل عند ماينس 60، تقريبا الفرق 20. البيك بتاع الديبولاريزيشن عند بوزيتيف 20. يلا راجع معايا برضو ام سي كيو. التايب اوف التشانل، الصوديوم شانل اللي انت عملت بيها في الزيرو كان نوعها ايه؟ فولتج جيتد فاست صوديوم شانل. حلو. عملت فيز 1 و3 بايه؟ ببوتاسيوم تشانل.
عملت البلاتو بايه؟ باتنين، بالبوتاسيوم افلكس والكالسيوم انفلكس. طب هذا الكالسيوم انفلكس اتعمل باي طيب من الكالسيوم شانل، لونج او ال طيب كالسيوم شانل. رجعت الريسم بريم تنشن بايه؟ سودو بوتاسيوم ميتيبيز بامب. بس يا جميل، انت كده معاك مفاتيح جمل الام سي كيو ريجاردنج الاكشن بوتنشن اوف المايوكارديوم. ليه سموه فاست ريسبونس؟ لان الديبولاريزيشن هو اهم حاجه تميزه، اتعمل بالفاست سودوم شانل فسموه كلمه فاست ريسبونس. يبدو ان انا كمان شويه هاخد حاجه اسمها سلو ريسبونس. ايوه، الاكشن بوتنشن بتاع البيس ميكر سلو نسبيا مقارنه بالاكشن بوتنشن بتاع مايوكارديوم. حلو جدا. هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير.